2016. ده كان شكل الارض، واللي كان واضح ان هي يعني بتتجهز تمام. وعايز اقول هنا ايه، طب احنا ما ذكرناش المحافظ. طب المحافظ فين؟ طب المحليات فين؟ طب اي حد موجود من شباب القريه ديت وهو شايف ان انت بتهدر ارض غاليه جدا عشان تحويلها المباني، ده 2016، ما قلتش 2011. انا لو قلت 2011 هاخد اللي ورا ده. لو قلت 2011 يا جماعه اللي سامعيني هناخد نلاقي ان المكان ده كان فاضي، ما كانش كده. وبعدين احنا النهارده من 16 ل 20 4 سنين، شايفين المنطقه دي قد ايه؟ هاتها بقى للاخر كده، ادي الدوله. وبعدين تقول لي حط لي صرف صحي، وحط لي كهرباء، وحط لي ميه شرب، واعمل لي طرق تاخدني من المكان ده وتوديني ليه. اللي انتوا شايفينه ده قريه واحده من 4500 قريه، واللي انتوا شفتوه ده النمو ده، الدكتور مصطفى بيتكلم على اكتر من 30,000 تابع، بيبقى 5 6 بيوت زي اللي انتوا بتشوفوه ده. تعالوا اتفرجوا كمان 2 3 على ده، البيت اللي انا في جنب الحته دي هتقول هنا 10 12 بيت. طب يا جماعه انتوا ناويين تعملوا ايه في بلدكم؟ ناويين تعملوا ايه في بلدكم؟ انا بقول كده لان انا دكتور علي مش عارف اعمل ايه. انا بتكلم بجد. لا اصل دي ظاهره، انا مش عارف اعمل، وانا بقول للمصريين انا مش عارف اعمل ايه اللي احنا فيه ده. وكل الكلام ده على مستوى الدوله المصريه. يا جماعه ده احنا دي ارضنا، دي ارض اللي بنزرع بناكل منها. انت بتعمل ايه؟ بتعمل كده ليه؟ عايز اسكان، احنا هنعمل اسكان وبنعمل اسكان. احنا اكتر من 1,000,000 وحده سكنيه يا دكتور مصطفى، ومستعدين نعمل اكتر من كده. لما بنيجي نروح في المحافظات دي ناخد قطعه ارض ونبني عليها تجمع احنا اللي عاملينه، الناس ما بتاخدوش. وصلح لي يا دكتور مصطفى، الناس ما بتاخدوش. لا لا لا، انا بقول كده لان الدولة بمؤسساتها كلها محمد زكي مسؤولة عن الحفاظ عن الدولة المصرية. الدولة يا محمد زكي بمؤسساتها كلها، الداخلية لا لا، لن أسمح أبدا إن احنا نهد بلدنا ونضيعها كده. وحد يتصور إن هو، لا والله لو الأمر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، وانا بكلمكم عشان تبقوا عارفين، يعني نوقف ونبقى بدوله مظبوط، يسيب مكاني وامشي من هنا، يسيب مكاني وامشي من هنا، ويبقى اي حد تاني جاي يتولى البلد ديت يضيعها يخربها زي ما احنا شايفين كده. لا، اذا كنا احنا مقتنعين، وانا بتكلم بمنتهى الجديه والحزم في الموضوع ده لن اسمح بيه، ولازم تتخذ بيه اجراءات. دكتور مصطفى مدبولي مع كل المحافظات ومع كل التعدي، وانا جبنا معدات هندسيه تكفي ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام دوت بالمعدات الهندسيه. لا يمكن هنسمح ابدا، وانا بقول الكلام دوت. واذا كانت الناس مش عاجبها الكلام ده تبقى تستفتى على ان احنا نسيب المكان ونمشي. انا بقول الكلام ده مش هينفع ان احنا دوله تتحول للكلام اللي احنا بنعمله ده. انا جبت عرضته هنا عليكم عشان تعرفوا انا بتألم وبتعذب كل يوم ازاي، وانا بشوف كل يوم بلدي بتتقطع حتت واهلها بيدمروها. بقى احنا قاعده قاعديها، احنا قاعده قاعديها البلد ديت، مش اللي بيعملوا معانا الارهاب بس. لا والله، لا والله العظيم، ده عدو، ده عدو. طب انت عايز تبني، خليني انظم لك وابني لك، انا اخطط لك الارض واقول لك ابني هنا، حتى لو كانت على ارض زراعيه يبقى موضوع متنظم ومترتب. انما كده لا لا لا. وانا بقول للساده المحافظين اللي لا يستطيع
ان يحقق الانضباط والساده مدير الامن اللي موجودين بصراحه، قول لي يا فندم ده موضوع ما انا مش قده، سلام عليكم. اللي مش هيقدر يقوم معانا بما تحتاجه الدوله دي بصراحه يقول يا فندم يعني ده موضوع اكبر مني وانا مش هتدخل فيه، وانا هحترم رغبته. انا بتكلم وكل الناس سامعاني في مصر، انا بتكلم بقول تاني مفيش حد في العالم يتحدث عن اوضاعه قدام الرأي العام على الهوا كده الا اذا كان الهدف من عنده اصلاح بس، مش حاجه تانية. تاني بقول المحافظ مدير الامن الذي لا يستطيع ان يقف قدام الموضوع، وده رأي عام بقى ومش هنقدر يا فندم وكلام من هذا القبيل، يقول لي يا فندم انا ما اقدرش، انا ما اقدرش كل يوم في خلال 4 سنين في قريه واحده اشيل كميه المباني دي، اشيل اسف كميه الارض دي واخولها المباني كده، ما اقدرش. وانا الدكتور علي موجود يعني يقول لي اعمل ايه. القانون انا دكتور علي هزيل ايه ولا ازيل ايه؟ هزيل 200,000 مبنى، 300,000 مبنى، 400,000 مبنى، مليون مبنى؟ هينفع يا ايهاب؟ لا صحيح. خلونا يا جماعه ناخد خط ونقف، لكن ده اكتر من كده ده مش معقول. ده النهارده والله العظيم وانا جاي بالطياره والله لا زال لغايه دلوقتي وانا بتكلم كده في ناس بتتعدى وبتبني. خير في ايه؟ بتعملوا كده ليه؟ يعني احنا مش فاهمين القضيه؟ حجم الطلب عندكم على المباني بالطريقه ديت؟ يعني انتوا مش هاممكم ابدا بلدكم ولا مستقبل اولادكم عشان تعملوا فيها كده؟ اوعوا تفتكروا ان الشيف جاي من غير ترتيب. لا يا دكتور علي، انا قايل هاتوا مثال من غير ما تذكروا القريه، مش كده يا ايهاب؟ تمام يا فندم. يا جماعه ده كلام مش معقول. وبصراحه المسؤولين عن الدوله اوعى حد يزعل مني في اللي هقوله، اوعى حد يزعل مني في اللي هقوله. يا رجال مظبوطين يتصدوا لقضاياهم مظبوط، يا حاجه تانيه. والحاجه التانيه مش وقته. اللي مش قادر مش وقته، اللي خايف مش وقته. اللي خاف يقول لك لو سمحت، زي ما انا بتكلم على الهوا كده يتكلم برضه واحنا قاعدين على الهوا كده، يقول لي يا فندم لو سمحت انا ما اقدرش، السلام عليكم. ما دام سكت وقلت تعمل ايه؟ تنفذ الكلام. انا جبت مثال وهو الكلام ده يتوضع تحت اللجنه اللي اتشكلت خلال الفتره اللي فاتت سواء على مستوى المحافظات المجموعات الفرعيه او المجموعه الرئاسيه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وبقول تاني طب كفايه كده؟ كفايه كده، كفايه كده. خلينا نصلح اللي احنا فيه ده ويبقى ونحافظ على المتاح عندنا من ارضنا. يبقى كفايه كده. انا ببقى شايف حرم الترع في كتير من القرى وانا ماشي فوق، اللي من فوق من الطياره ده حاجه تانية خالص غير اللي انتوا لما تمشي وسط الناس تشوف العجب اللي بيتعمل في بلدنا. تاني اللي احنا فيه ده كفايه كده يا دكتور مصطفى، كفايه كده، كفايه كده. الساده المحافظين كفايه كده، كفايه كده. الساده مدير الامن كفايه كده. في عمد وفي ده، لو سمحتم ما تخربوش بلدكم، ما تخربوش بلدكم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ده خراب، خراب يا جماعه لدوله، وما حد يعمل كده. فانا يعني الامر لله ثم لينا كلنا، لينا كلنا. وانا لا يمكن ابدا هسمح بده، لا يمكن هسمح بده. ودي رابع مره اقولها، وانا اتكلمت في الكلام ده من 3 سنين وشويه. قلت يا جماعه اللي احنا فيه في التجاوز والمخالفات
ده مش دولة، ده أي حاجة. كنا مقبول فيه من 2011 لظروفنا. طب هنقف امتى؟ هنفضل كده لغاية امتى؟ هنفضل نتجاوز لغاية امتى؟ طب كانت الظروف الأمنية كده ساعتها، هنفضل كده لغاية امتى؟ ده كلام مش آن الأوان. كنا قلنا من 16 ومن 17 نتوقف ونبتدي نقنن أوضاع ونشوف الحكاية ونخلص. واديت صلاحيات كبيرة جدا للسادة المحافظين، ودلوقتي اديت صلاحيات أكتر عشان الأمور دي تخلص بالكامل. تفتكروا في دولة، يعني في دول فيها حاجات كتير من دي، لكن في دولة عندها حلم انها تبقى دولة كانت في العشرينات من الدول يعني والثلاثينات من الدول اللي متنظمة اكتر من كده، تبقى كده بالطريقة دي، تبقى احنا بنبقى على مساحة الرقعة الزراعية بتاعتنا قاعدين نعمل في مناطق عشوائية وبناء. انا اقبل ان نبني، بس ما يبقاش يتبنى كده تاني. انا بقبل ان ابني، بس اخطط لك، وحتى على ارض زراعيه. ايوه طبعا، ما في نمو سكاني هنعمله، لكن انا اخطط لك الارض وهتبقى الامور واضحه عشان اعرف اصرف عليها، عشان اعرف اجيب لك، انفق على الصرف الصحي وميه الشرب والكهرباء والطرق اللي بشكل. انا لما باجي اعمل اي حاجه هنا ما بعرفش اعملها، بنفق اكتر من اللازم عشان اعمل ده. الموضوع ده تكليف للحكومه وتحدي للحكومه واختبار للحكومه. ده تكليف وتحدي واختبار، وده امر بصراحه اللي بقول تاني على الهوا والدنيا كلها في مصر بتسمعني، اللي لا يستطيع ان يتصدى لمشاكل بلده مش عيب. يعمل ايه يا محمد؟ يسيب مكان. كمل يا شريف. تحت امر سيادتك يا فندم. باكد امام سيادتك يا فندم ونتعهد ان احنا قادرين على رصد اي متغير بيتم على ارض الدوله لحظه بلحظه طول خلال ساعات اليوم وطول ايام السنه، واي اوامر يا فندم. بعد سيادتك يا فندم، انا احب اكد لسيادتك ان احنا ان شاء الله في خلال الاسبوع الحالي في اجتماع على مستوى وزاري مع السيد وزير الاسكان، التنميه المحليه، كل المختصين اللي هم متعينين، الجهات اللي متعينه في الدراسه، وان شاء الله هنطلع بحلول بامر الله تعالى، وان شاء الله نعرضها على الدكتور مصطفى ونصعدها بعد كده لما نلاقي ان الحلول دي تحقق النتيجه المطلوبه. الموضوع الثاني يا فندم، دراسه الاثر المروري والبيئي الايجابي لتطوير منطقه شرق القاهره، سيادتك وجهت بيه وهنتكلم عنه يا فندم. كتير من شوارع القاهرة واسكندرية ومحافظات أخرى بالشكل ده، محدش كان فكر، محافظ كان أو رئيس حي أو حتى وزير مختص، ويقول يا فندم بلاش نبني تاني في المحافظات دي، أو حتى لو هنبني يبقى الارتفاعات تتخفض بمقدار النص مثلا. إذا كنتوا انتوا بالفعل كنتوا كده، مصر الجديدة كده، مدينة نصر كده، العباسية كده، طبعا المطرية والويلي والحلمية وبهتيم وكده، شبرا كده. طب انتوا كنتوا مستنيين ايه كمسؤولين عشان تتصدوا وتقولوا كفاية كده؟ هو الحل فقط ان احنا نقول ساعتها فين المرور ما بيتنظمش ليه في البلد؟ وانا بقوله كده عشان احنا تعودنا مع بعضنا ان احنا نتكلم دايما عشان نستحضر الفهم لحجم وعمق المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. كنا دايما نقول ايه؟ فين المرور ما مش عارف، مش قادر ينظم المرور في مصر. نظم ايه؟ هو ده يتنظم؟ انا بقول لكم بس عشان كان عشان احنا لما اتكلمنا من 6 سنين قلت لكم ان احنا هنبنيها مع بعض، ايدينا في ايدين بعض، وايدين بعض ده معناها ان كلنا ماشيين وبنبص وبنتحرك مع بعض عشان نحل المسألة. اذا كنا هنصرف عشان نرفع كفاءة شبكة الطرق في مصر
200-250 مليار جنيه. يعني معناها في 3-4 سنين نعوض الخسائر دي بما فيها الوقود والتلوث اللي بيضر الناس. انا حبيت بس اتوقف قدام النقطه ديت، عشان ممكن الناس كتير لما يجوا يلاقونا ان احنا بنوقف البنى يتصوروا ان احنا يعني ايه ضد مصالح الناس. لا، اربط بين اللي انت بتفكر فيه ومصلحتك الشخصيه وبين المصلحه العامه للدوله. استاذ سيادتك، الدراسه اللي سيادتك واجهت بيها احنا نفذناها بواسطه المكتب الاستشاري للهيئه الهندسيه وكليه الهندسه جامعه عين شمس. احنا يا فندم الاول هنقول المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي منطقه شرق القاهره، ودي مساحتها 1472 كيلو متر مربع. خدنا شويه محددات عشان نقدر ندرس يا فندم عدد التقاطعات اللي موجوده في منطقه شرق القاهره، ودي سيادتك 68 تقاطع. درسنا يا فندم انواع الوقود المستخدم في العربيات سواء بنزين سولار غاز. كمان يا فندم جبنا انواع العربيات، معدل لانواع العربيات اللي موجوده وتاريخ الصنع بتاعها عشان نقدر نحسب استهلاك الوقود للمركبه. لو يا فندم احنا ندرس الاثر الايجابي على تخفيض استهلاك الوقود لوحده، احنا عندنا يا فندم ال 68 تقاطع لما حصرنا عدد الرحلات اللي بتتم في منطقه شرق القاهره في اليوم لقيناها 4.6 مليون رحله.